ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ونذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حساب شبكة سلام الفضائية في قنوات التواصل الاجتماعي. فمرحبا بكم مرة أخرى. كنا قد وقف بنا المسير في تفسير سور جزء عامة في الحلقات السابقة، وكنا قد توقفنا في تفسير سورة العصر، وها نحن في هذه الحلقة المباركة نبدأ بتفسير أو وقفات مع سورة الهمزة. بعد ذي بدء سنقرأ هذه السورة المباركة، ثم سنستخلص منها الدروس والهدايات العملية والعلمية في حياتنا وتطبيقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قول ربنا سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة: ويل لكل همزة لمزة. وويل قيل بأنه واد في جهنم إذا مر، نسأل الله السلامة والعافية، إذا مر عليه طير لذاب ووقع من شدة لهيبه. وقيل الويل من الهلاك والخسران لصاحب الصفة التي يتصف بها بعد كلمة ويل. قال ربنا: ويل لكل همزة لمزة. من هو الهمزة، أو ما هي الهمزة وما هي اللمزة؟ الهمزة قال أهل المفسرين وقال أهل العلم بأنه هو الذي يسخر من الناس ويحتقر الناس بفعله، ويحتقر الناس بفعله. واللمزة هو الذي يسخر من الناس ومن بني آدم بقوله أي بلسانه. ولنا وقفات في هذه الآية المباركة. خطأ أولا، الله ربنا سبحانه وتعالى قد أورد في كتابه الويل لأصناف من الناس، منهم على سبيل المثال لا على سبيل الحصر في هذه السورة ويل لكل همزة لمزة، أي ويل وخاب وخسر وكان في جهنم في الدرك
في الدرك الأسفل من النار، وفي هذه المنزلة من النار، وهي الويل لمن لمز وهمز وسخر من الناس بقوله وفعله. وكذلك من الناس الذين رتب الله سبحانه وتعالى بأن لهم الويل هم المطففين الذين يظلمون الناس في أموالهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، في سورة المطففين. والأصناف كثيرة، لكن لنقف على السخرية بالقول والفعل، ولنرى رأي الشارع سبحانه وتعالى ورأي الدين في هذه المسائل. أولا أن الخسارة، كل الخسارة في أن يتصف الإنسان بأن يكون طعانا لعانا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح، لم يكن لا بالطعان ولا بالسباب صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان طلق الوجه وذو كلام طيب صلى الله عليه وسلم. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، يبذل الحسنى في الكلمة وفي الفعل عليه الصلاة والسلام. ولم يؤثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم وحاشاه بأنه سخر من أحد أو احتقر من أحد أو ظلم أحدا، لا بقوله ولا بفعله، لا عن قصد ولا عن غير قصد، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن كان هديه أن يبذل المعروف، وكان طلق المحيا والوجه والبشر، وكان لا يقول إلا حقا، وكان لا يمازح إلا حقا، وكان لا يغتاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يسب ولا يلعن ولا يشتم ولا يقذف. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الآخر والهداية الأخرى، وهي أن أكثر ما يدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية، هو هذا الجرم الصغير وهو اللسان. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا بالمصائب التي يريدها هذا الجرم الصغير، أعني اللسان. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا الذي يوقعني في المصائب. وما كان كلام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلا كل خير وكل صدق وحق. هذا اللسان حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم، أول شيء من الشهداء الذين سيشهدون على الإنسان في ذلك اليوم هو اللسان. قال ربنا بالدليل، قال ربنا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا اللسان من شهداء الله عز وجل. عليك أيها المسلم، وعليك أيتها المسلمة، وعليك أيها الإنسان، من الذي سيشهد عليك؟ أولا من شهداء الله عليك من نفسك، وهو اللسان. كذلك ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول العبد لربه سبحانه وتعالى وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين: يا رب إني لا أرضى إلا بشهيد من نفسي. فينطق أول ما ينطق لسانه. وهذا مصداق كما في الحديث الصحيح، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. خطر اللسان خطر عظيم، واللسان من مخاطره
أن يقوم بالبهتان، وأن يقوم بالغيبة والنميمة والسب، وأعظمها القذف، أن يقذف. والقذف في الدين محرم ومنهي عنه إلا أن يكون على بينة ودليل وشهود لكي يكون هذا الذي قاله الإنسان وقذف به على أخيه المسلم صحيحا وثابتا. ودليل ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى كلمة قالوها في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أنزل البراءة على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من فوق 7 سماوات. ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى وحكى عن تلك الحادثة الذي لاكت ألسنة بعض الناس، وكانوا منهم الصحابة، لاكت ألسنتهم في عرضه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال ربنا إن الذين في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الدليل وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليقول الصدق أو ليتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب أو ليتحرى الكذب ويكتب عند الله كذابا، ويكتب عند الله كاذب وكذاب. بماذا؟ وذلك لاستعمال لسانه في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك من خطر اللسان من مسائل قال نبينا صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يعني مصداق لهذه الآية الشريفة ويل لكل همزة لمزة. المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، أي من لسانه وفعله، يسلم المسلمون من لسانه ويده. وربنا سبحانه وتعالى أمر وحث على أن يكون المجتمع المؤمن مجتمعا خاليا من سوء الظن، خاليا من الغيبة والنميمة والبهتان وكل منكرات الأخلاق. ألم نسمع إلى قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا في سورة الحجرات لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كل هذا بأن اللسان يهدم المجتمع، وأن السخرية تهدم الأسرة وتهدم الجيل. ومن كانت سريرته وعلانيته الوقوع في أعراض الناس قد يبتلى في آخر حياته بسوء الخاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الهدايات العملية ليتذكر الإنسان بأن من عذاب القبر حصائد اللسان والسخرية والاستهزاء. ألم نسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأناس المعذبين في قبورهم؟ قال ومنهم رجلا كان يغتاب الناس أو يأكل لحوم وأعراض الناس، فيبتلى بأن يكون له أظافر من نحاس ويخمش بها وجهه إلى أن تقوم الساعة، يعذب نفسه، يخمش وجهه أظافر من نحاس كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم. هذا خطر اللسان، ولذلك حثنا الشارع، وهي هداية عملية أخرى، ولذلك حثنا الشارع أعني ربنا سبحانه وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم إلى كثرة ذكره سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. وكنا قد تكلمنا على أن الذكر من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى،
وذلك لسهولة عمله وفعله في اليوم والليلة. ألم نسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي. ولا يأتي رجل أفضل منه إلا رجلا زاد على ذلك، يعني زاد على 100. ونبينا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قال: يا محمد أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة قيعان، وأن تربتها سبحان الله، وأن غراسها سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. ألم نسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الذكر. ألم نسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إلى قول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا من ملئه، كما في الحديث الصحيح الحديث القدسي. هذا هو الذكر، ذكر ربنا سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. كذلك من أعظم الهدايات كذلك بأن الإنسان لا يستهزئ لا من قريب ولا من بعيد، لا بقول ولا بفعل، لا عن قصد ولا بغير قصد، بالمؤمنين وبالمسلمين، وأخص من ذلك الاستهزاء بشعائر الدين. ألم نسمع إلى تلك الحادثة التي في غزوة تبوك؟ بعض المنافقين استهزأ ببعض الصحابة بأنهم أثقل بطونا وبأنهم لا يستطيعون القتال. ماذا أنزل الله عليهم؟ قل أبالله، في سورة التوبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بشعائر الدين من أعظم مخاطر هذا اللسان، وقد يظن الإنسان بأن أمرا سهلا. ماذا قال ربنا على الأمر السهل والاستهزاء بشعائر الدين؟ ومن شعائر الدين الحرص على عرض أمهات المؤمنين. قال ربنا: لا تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، قال ربنا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسب هذا الاستهزاء بهذه الشعيرة، أو الاستهزاء بالداعية الفلاني، أو الاستهزاء بالشخصية الفلانية التي تمثل شعائر الدين، أو الاستهزاء بأحد أركان الدين، أو الاستهزاء بأمر من أمور الدين، كل هذا يخشى على صاحبه من سوء العاقبة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال ربنا: والذين يؤذون الله ورسوله، والذين يؤذون الله ورسوله أعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أن تستهزئ بشعائر الدين وتستهزئ بالله سبحانه وتعالى وبرسوله من أعظم مصائب الدين. كذلك الآية التي تليها قول ربنا سبحانه وتعالى: الذي جمع مالا وعدده، أي الذي يظن أو يعمل أعمالا ويكدس ماله ويظن بأنه مخلد.
الذي جمع مالا وعدده، يحصي ماله، يجمع ثم يحصيه ولا يعلم ويظن. الآية التي بعدها: الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله الذي جمعه أخلده، أي سيطيل من عمره. ولنا وقفات في هذه الآيتين المتعلقتين بجمع المال وإحصائه. الذي جمع مالا وعدده، من الهدايات الله سبحانه وتعالى أمرنا وحثنا أن نتعامل مع المال بطريقة ترضيه سبحانه وتعالى. ولذلك نجد في هذا الدين العظيم نجد الزكاة، زكاة المال، وكذلك نجد زكاة التجارة، والزكاة على عروض التجارة، والزكاة على الذهب. الإخراج وليس الجمع والتكديس. كذلك نرى حث الشارع على الصدقة، إخراج مال صدقة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير. كل ذلك حث على الخروج عن فكرة تكديس المال وكنزه. قال ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الخروج عن فكرة جمع المال وعدم إنفاقه في سبيل الله هو مقصد الشارع، أن يأمرنا أن تجمع المال في حياتك الدنيا وأن تخرج حق الله سبحانه وتعالى فيه بأن تنفقه، وحقه سبحانه وتعالى بين الواجب والمستحب. الواجب أعني الزكاة التي تفرض على هذا المال، والمستحب وهو أكثر الصدقة والإنفاق. وحثنا رب إنما الصدقات أصناف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك أن الإنسان أن يكون المال في يده وليس في قلبه. ما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع المال. ماذا كان هدي عليه الصلاة والسلام تعامله مع المال. ولنأخذ بعض الأمثلة من سيرته صلى الله عليه وسلم. وسيرته صلى الله عليه وسلم مليئة بعدم حرصه على الكنز والجمع، بل كانت الدنيا في عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم أحقر شيء، بل خيره الله سبحانه وتعالى بأن يبقى في الدنيا وبين أن يكون في الرفيق الأعلى كما في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فاختار الرفيق الأعلى. بل خيره جبريل بأن يقلب له مكة ذهبا وفضة، فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يعيش على ما كان يقتاته هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جائعا طاوي البطن في شعب مكة 3 سنين صلى الله عليه وسلم، هو وأصحابه الكرام يجوعون ويأكلون ورق الشجر، كما حكى بعض الصحابة يأكلون ورق الشجر من شدة الجوع. ألم يجوع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي سككها وكان يربط على بطنه الحجرين
صلى الله عليه وسلم من أثر الجوع، ويخرج أبو بكر وهو رابط حجرا، ويخرج عمر وهو رابط حجرا. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بعض أصحابه، إلى بعض الأنصار ليشرب منهم لبنا أو ويستطعم منهم لأصحابه؟ ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق حينما عطش الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجاعوا، فما كان إلا صلى الله عليه وسلم إلا أن أتي له بلبن صلى الله عليه وسلم فشربوا منه وارتووا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من المواقف كما في غزوة حنين لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الغزوة جمع أموالا كثيرة، وأموالا من الذهب والفضة وبهيمة الأنعام، فما كان منه صلى الله عليه وسلم أن يأتيه أبو سفيان ويأتيه صناديد قريش ويأتوه المؤلفون والأعراب يأتونه ويقول له خذ هذا الوادي المليء بالإبل، 1000 من الإبل أعطى لأبي سفيان، وأعطى لأعرابيا 1000 وأعطى 1000 وأعطى 1000، حتى قال أحدهم من الأعراب قال أتيتكم من رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. فاصل من أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ هي أهم المواضيع التي نخوض فيها نحن الشباب ولا نكف الحديث عنها. أو ما هي الأمور الدارجة التي أصبحت تسيطر على جل اهتماماتنا وآرائنا؟ وماذا ينتظرنا في المستقبل وكيف نعد له؟ لنؤكد على أهمية هذه الفئة العمرية، ولنكذب من قال إن الشباب رداء اللهو واللعب. يدور برنامجنا الشبابي حول سلسلة من المواضيع التي تهم الشباب على نحو خاص وتتناول قضاياهم الدارجة، ونحاول الاقتراب إلى كل ما يجول في خواطرهم ويشغل تفكيرهم وطرح الحلول والآراء الممكنة، والخوض في العالم الرقمي والرياضي والثقافي وكل ممتع مفيد. ترقبونا في حلقة أسبوعية
على شاشة قناة سلام الفضائية. أنس وصحاب في ساعة شباب. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الحديث في الحلقات السابقة عن أحكام الوقف والابتداء، وكنا قد تكلمنا عن أنواع الوقف وعن رأي علماء التخصص في أنواع الوقوف، وثم ذكرنا كذلك عن علامات الضبط والوقف في المصحف الشريف. وفي هذه الحلقة المباركة سنأخذ عن أمثلة على علامات الوقف والضبط في المصحف الشريف، وسنعرج عليها واحدة ثم الأخرى، ونأخذ مثالا لقراءة سورة التغابن. ونشرع بداية في قراءة سورة التغابن، ثم نعلق ونأخذ أمثلة على أحكام ورموز الضبط والوقف في المصحف الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن
تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذه آيات من سورة التغابن، وسنعرض لكم عن علامات ورموز الوقف والابتداء في المصحف الشريف، ثم نعلق عليها. من هذه العلامات علامة الميم، أي حرف الميم الصغيرة. إذا وجدناها فهي تدل على وقف لازم، أي لابد الإنسان أن يقف. ومعنى أن يقف أي أن ينقطع منه النفس ويقف. مثاله قول ربنا سبحانه وتعالى كما في المثال الظاهر أمامكم: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. انظروا إلى كلمة تعتدوا، فوق هذه الكلمة حرف ميم صغير، أي وقف لازم، لزوم الوقف. والبدء من بعد هذه الكلمة: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا الميم لابد أن نقف فيها. ومثاله كذلك في نفس هذا السياق في سورة كذلك التغابن سنجد أمثلة كثيرة بإذن الله سنعرج عليها. المثال الرمز الثاني أو العلامة الثانية هي علامة 3 نقاط على شكل مثلث أو فوق بعضها، وهذا اسمه وقف المعانقة، أي جواز الوقف في أحد الموضعين وليس في كليهما. ما معنى هذا؟ معناها مسموح لك أن تقف في أحد الموضعين، يا إما الموضع الأول أو الموضع الثاني. ولنأخذ مثال، وهذا مبثوث وموجود في كتابه سبحانه وتعالى، ومن الأمثلة على ذلك المشهورة في بداية سورة البقرة. مثاله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذا أردت أن تقف. أو الوجه الآخر: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردت أن تقف على هذه الآية تقف بأحد الوجهين. الوجه الأول أن تقف في أحد الموضعين، إما الموضع الأول وإما الموضع الثاني. مثاله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أو إن أردت أن تقف في الموضع الثاني: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا مثال وقف المعانقة، وهو 3 نقاط فوق بعضها. العلامة الثالثة وهي حرف الجيم. حرف الجيم يظهر جيما صغيرة فوق الكلمة. ما معناها؟ معناها جواز الوقف، يعني يجوز لك أن تقف ويجوز لك أن تصل. يجوز لك الوقف ويجوز لك أن تصل. مثاله قوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لا ننظر كلمة أو حرف الجيم أو علامة الجيم فوق كلمة الكتاب، معناها جواز الوقف، جواز أن تقف في هذا الموضع. كذلك من الرموز ومن العلامات قلا
وهو حرف القاف واللام والألف المقصورة، ومعناها أن الوقف أولى مع جواز الوصل، يعني أن تقف أفضل وأولى، وإن وصلت فجائز، وإن وصلت فجائز. مثاله كما في مبين لكم في الشاشة قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نحن الآن وقفنا فوق كلمة منهم، موجود فوق الكلمة موجود كلمة أو علامة قلة، وهو الوقف أولى. لكن إن وصلناها وقلنا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، كذلك جائز مع جواز الوصل. الوقف أولى، لكن إن وصلت فهو جائز. نأخذ المثال أو علامة الوقف الأخرى كما في المصحف، وهي صلة، الصاد واللام وألف مقصورة فوق الكلمة. ما معنى ذلك؟ معناها الوصل أولى مع جواز الوقف، الوصل أولى مع جواز الوقف، وهي عكس قلة، الوصل أولى مع جواز الوقف، لكن الأفضل أن تصل، لكن إن وقفت فهو جائز. مثاله قول ربنا سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. انظروا، كلمة صلة موجودة فوق كلمة سمعهم وموجودة فوق كلمة غشاوة. هنا الوصل أولى وأفضل، لكن إن وقفنا فهو جائز، عكس كلمة قلة. يعني على سبيل المثال إن قلنا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ووقفنا جائز، أو وقفنا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، كذلك جائز. كذلك الصورة الأخرى كذلك من علامات الوقف، ونعرضها لكم. كذلك علامات الوقف ومصطلحات الضبط. تكلمنا عن الميم، وتكلمنا عن الصلة، وتكلمنا على القلة، وتكلمنا على حرف الجيم، وتكلمنا على المعانقة، وسنتكلم على كلمة لا أو علامة الوقف لا. هذا إذا رأيت كلمة لا صغيرة فوق الكلمة فهي تفيد النهي عن الوقف، أي لا تقف في هذا الموضع وفي هذه الآية وفي هذه الكلمة، لا تقف بل صل، يعني أوصل الآية، اقرأها بنفس واحد. في هذا الموضع كلمة لا ناهية تفيد النهي عن الوقف. طيب، كذلك من العلامات الوقف التي مثل موضع السجود، للدلالة على موضع السجود. وهذه ترون هذه العلامة الظاهرة أمامكم في الشاشة، تجدوها أمام كل آية بها موضع سجدة، للدلالة على موضع السجود في هذه الآية. طيب، أين الكلمة التي نسجد بعدها؟ هي الكلمة التي تأتي بعد هذه العلامة ويكون تحتها خط، وهي دلالة على هذه الكلمة التي نسجد بعدها، للدلالة على موضع السجود. وتكلمنا على الميم الصغيرة، الدلالة على وجود إقلاب، وتكلمنا عن الإقلاب وهو
وهو من أحكام النون، من أحكام النون الساكنة. وأما مثل المد وهذه للدلالة على لزوم المد الزائد. يعني إذا وجدت هذه الحركة الظاهرة أمامكم فوق الكلمة، وغالبا تكون فوق الألف، غالبا تكون فوق الألف والواو، غالبا الألف والواو والياء، وهي للدلالة على لزوم المد الزائد. مع معنى كلمة المد أن تمد في صوتك. مثاله: وكذبوا بآياتنا أولئك. ستجد هذه العلامة فوق الألف، معناها مد صوتك. وحركة المد الزائد لها أحكام سنأخذها بإذن الله في أحكام المدود. وأما الرمز الآخر أو علامة الوقف الأخرى أو مصطلح الضبط الآخر في المصحف، وهو على شكل سكون، وهذا سكون صغيرة لكنها مفتوحة، يعني نصف دائرة صغيرة، وهي دلالة على سكون الحرف. وأما الصاد صاد صغيرة فوق الحرف وفوق الكلمة للدلالة على همزة الوصل، وكنا قد تكلمنا على همزة الوصل وهمزة القطع في الدروس السابقة. ولنرجع الآن إلى سورة التغابن ونطبق فيها هذه العلامات ونرى فيها. ولعلنا قبل الشروع في شرح علامات الضبط والوقف على آيات سورة التغابن نستمع إلى مشاركة من مشاركاتكم المباركة. بسم الله. بلى قادرين على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. أحسن الله إليك وبارك فيك ونفع بك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. تلاوة جيدة وتحتاج إلى التركيز في أحكام النون المشددة. ونعني مثاله إن، لا نقول إن علينا كنصف حركة، لكن نقولها نشبع الحركة إن بمقدار حركتين. إن علينا جمعه وقرآنه، إن بمقدار الغنة بمقدار حركتين. وإلا القراءة جميلة وماتعة ومفيدة وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك. كنا قد تكلمنا قبل المشاركة بأننا سنريد أن نرى هذه العلامات في سورة التغابن، ولنضع الآن أمامكم صفحة سورة التغابن بكل وضوح لنعلق عليها مصطلحات الضبط ورموز الوقف في المصحف الشريف.
ونأخذ على سبيل المثال بداية سورة التغابن، قول ربنا سبحانه وتعالى وما في الأرض. كلمة وما في الأرض نرى صلة، هنا قلنا عن الصلة وهو الوصل أولى مع جواز الوقف. كذلك في قوله وله الحمد موجود فوق صلة، وهو كما قلنا الوصل أولى مع جواز الوقف. وقوله سبحانه وتعالى ومنكم مؤمن، فمنكم كافر الآية التي بعدها فمنكم كافر ومنكم مؤمن، حرف الجيم هذا جواز الوقف، لكن إن وصلنا فلا حرج. لو قلنا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله ما تعملون بصير، جائز الوصل، لكن تمام مع جواز الوقف. قول ربنا الآية التي بعدها خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، فوق كلمة صوركم ستجدون كلمة صغيرة صلة، هي وهو نعني الوصل أولى. إلى هنا أعزائي المشاهدين نقف في أحكام وعلامات الضبط والوقف في القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وننال الخيرية التي وعدها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بارك الله فيكم، وجعل ما نقول وما نسمع في ميزان حسناتنا وحسناتكم إلى يوم أن نلقاه. أعزائي المشاهدين، أدعكم في حفظ الله ورعايته إلى حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.